السلام عليكم. تعيش عناصر الأمن الوطني بتطوان وقوات الدرك الملكي بالإقليم حالة استنفار أمني للقبض على عصابة ملثمة تنشط بالطريق الوطنية 16 في المقطع الرابط مدينة تطوان بقرية وادلو الساحلية. وقامت العصابة خلال ساعات الصباح الأولى ليوم السبت الماضي باختطاف تاجر مواشي ينحدر من قرية أمسا بإقليم تطوان. كان بصدد الذهاب لسوق وادلو الأسبوعي قبل أن يتم اختطافه من قبل العصابة. وأبرز المختطف في تصريحاته لرجال الأمن بأن العصابة أوهمته باستعدادها لإيصاله لسوق المواشي بوادلو قبل أن يختطف من قبل أشخاص ملثمين خرجوا من السيارة لم يستطع تمييز ملامحهم ليقوموا بربطه. وسرقة 5000 درهم كانت بحوزته ثم رميه في خندق على جنب الطريق قرب قرية تمرابط. وأضاف الضحية بأنه ظل في الخندق نحو 10 ساعات محاولا الزحف إلى طريق السيارات ليستطيع ذلك رغم أن قدماه ويداه كانتا مربوطتان، مشيرا إلى أنه عاش ليلة صعبة جدا قبل أن يتعرف عليه أحد معارفه وهو مستلقي قرب الطريق ليتم نقله لمستشفى سانية الرمال الإقليمي بتطوان لتلقي الإسعافات اللازمة. وفتحت مصالح السلطات الأمنية بالمدينة والإقليم تحقيقا موسعا تحت إشراف النيابة العامة للوصول للعصابة الملثمة لما تمثله مثل هذه الأفعال من خطورة على أمن المواطنين وتهديدا للأمن العام بالمنطقة. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.